السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كل سنه وانتم طيبين وسعداء ومبسوطين ان شاء الله. الفيديو ده طويل حبتين، بس ده انا منزلاه عاملين كاترينج او عاملين مشروع اونلاين، او اي ست بيت نفسها تعمل فعلا تورته او تعمل حلويات. وعايزه الموضوع خطوه بخطوه، يعني ستيب باي ستيب كده كاني واقفه معاها بالظبط. فانا عملت لكم تورتتين في الفيديو ده. تورته همشيها لكم بسرعه تعرفوا منها بس افكار للتزيين، والتورته التانية انا تقريبا مش عامله فيها مونتاج خالص، علشان ماشيه فيها خطوه بخطوه بالظبط كاني بعملها معاكم. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ونبدأ مع بعض الفيديو. اللي أول مرة يشوفني أنا مها، ودي قناتي ماوي ومورستان. ولو بتشوفني على الفيسبوك يبقى دي البيج بتاعتي برضه ماهي والمورستان، ولو بتشوفني على تيك توك يبقى ده الاكونت بتاعي مها جمال. نبدأ مع بعض. التورتيه اللي شفناها مع بعض في أول الفيديو دي عبارة عن كيكة مقاسها 20، عملتها في حلة الكيكة العالية. عملتها ب 250 جرام دقيق سبونج، 3 بيضات، و يعني عفوا نص معلقة فانيليا سايلة. ولو عندك فانيليا باودر تنفع برضو، بس الفانيليا السايلة بتعمل ريحة أحلى وأقوى بكتير. ومعلقة محسن صغيرة ممكن جدا تستغني عنها، وربع كوباية مية، كله مع بعض في العجان أو مضرب كهرباء براحتك خالص. بس الوصفة دي أو الاسبونج عموما ما ينفعش في الخلاط، ما ينفعش معاه سلك عادي، لازم يا مضرب سلك كهرباء أو عجان. بصي بقى، في حتت بتبقى لونها مختلف كده، دي بقى لازم تتشال. بصوا يعني بسكينه كده مشرشره صغننه خالص هبدا اشيل اي حته تكون واخده سوا زياده حبتين يعني. هظبط المنشار بتاعي على 8 عشان اطلع طبقات الكيكه تبقى تخينه شويه، يعني حلو معتدله، مش تخينه ومش رفيعه. هيطلع معايا تقريبا الكيكه دي على 3 ديسكات، وديسك خفيف خالص نعمل بيه كبات او اعمل بيه مثلا كيك بوبس. تمام. الكريمه بتاعتي هنا ضربت كوبايه كريمه ونص كوبايه كريمه لباني باودر، ومعلقتين بقى دلع. بقى دلعوا الكريمه بتاعتكم عشان يطلع، كل ما تدلعوها اكتر كل ما تبقى دسمه كده وطعمها حلو. تمام. حطيت معلقتين او 3 معالق برضو لبن بتاع ده لبن بودر او موس فانيليا وسكر بودر كمان. هبدا احط بقى البورد بتاعتي، ده اساسي في كل تورته بنعملها. هنحط البورد ونثبتها بحته كريمه علشان التورته ما تفضلش تروح وتيجي كده مع القعده، تبقى ثابته عليها. وبعدين ببدا احط اول ديسك واحط عليه طبقه الكريمه بتاعتي. ده بقى صوص كراميل انا كنت عاملاه. هنزل لكم ان شاء الله حلقه تانية كامله للصوصات. بس انا بسقي هنا بايه؟ دي ميه بسكر، ميه بسكر، وبحطها على النار شويه كده اكنه شربات خفيف. طيب ما لحقتيش او مش عندك او مزنوقه في الوقت، او مش هتقدري تعملي دلوقتي شربات وتسيبيه لغايه ما يبرد خالص، عشان مش هينفع الشربات اشتغل بيه سخن. عادي جدا هتعملي ميه بسكر وسنه نقطه واحده بس فانيليا، تبداي تسقي بيها الكيك بتاعتك لو فانيليا، وتعملي كاكاو اكنك هتشربيه، يعني لبن بكاكاو بسكر، لو انتي اكنك هتشربي كاكاو بالظبط، وتسقي بيه لو الكيكه شوكليت. تمام. بس هبدأ بقى احط كده نفس الموضوع. ممكن بقى تحطي حشوات، في ناس بتحط حشوة مربى بس انا مش بفضل، بتبقى مسكرة جدا بزيادة يعني، وطعم المربى بيغطي على طعم الكريمة، فانا مش بفضل المربى في الحشوات. لكن ممكن تستبدليها بصوصات هتبقى السكر بتاعها قليل شوية عن المربى، وفي نسبة الفاكهة فيها عالية، فبتدي طعم زيادة حلو للكريمة. تمام. هبدا بقى ايه اجلس من بره، ودي عقده كل الناس المبتدئه، وكانت عقدتي انا شخصيا في يوم من الايام. بصوا يا جماعه، ممكن تعمليها على مرحلتين. اول مرحله اللي احنا بنحط طبقه كريمه خفيفه تاخد بس فتافيت الكيك، ونبدا نسوي بيها الكيك اللي مش متساوي، واحطها في الفريزر تجمد وتشد كده طبقات الكيك مع طبقات الكريمه اللي احنا حاطينها، كله يشد مع بعضه كده وتبقى كيان الكريمة كده نفسها واحد. بتبقى مش حلوة، وبعدين يعني ابدا بيبقى فيها بكيس مطة كده. بلاستيك او لما تلاقي او كيس المطة دي حلواني، معاكي طلعت في احط فيه الكريمة كريمه بعد وابدا الضرب، ايه دي مش نتيجة انشف اللي انتي الكريمه ضربتي كلها المكونات على غلط او اللي انتي التورته من زودتي او فوق قللتي ومن الجناب، السوائل. ده وابدا بيبقى عيب اعملها في بقى الكريمة ايه نفسها. كوتنج غيري نوع تاني مره الكريمة او تجليس او تاني غيري مره. نوع ساعتها بقى هتلاقيها اللي بقت هو شرب، انتي المستلزمات كده الحلواني اللي انتي بتشتري منه. بقت حاده يعني. طب نرجع دي تاني فاكهة للتورته كده. انا بتاعتنا هبدأ دي. بقى ايه قطعت اي كده فاكهه بنقطعها، شرايح خلينا متفقين تفاح، اي فاكهه شرايح عادية جدا لازم نلمعها. رفيعة. ما وهبدأ ينفعش تحط على التورته كده، اغطيها لازم تتلمع. في بجيلو ناس شفاف بيلمعوا الفاكهه وهي على التورته، على بس البارد. انا مش انا بحطه، انا مش بلمع بيبقى الفاكهه سخن زي ما يعني، انتم هو شايفين بيبقى كده كده على كمقطع. البارد. بقلبه انا بحب بالمعلقة المع الفاكهه بتاعتي وانتهي على له الفراولة الطبق بقى وبعدين هلمع ابدا بالفراولة. ارصها عشان اعرف المعها كويس،
وفي نفس الوقت اعرف ارصها برضو على بيبقى على التورته ما البارد زي ما يبقاش انتوا شايفين حتت كده، اللي اخدت طعمها حلو معلقه دي مش وقلبتها متجمعه كده او كويس لغايه ما بقى سائل بتفشكل كده على التورته يعني. وفك كده طيب معايا. الفراوله بدات او اي بفرشه فاكهه حمراء كده زي امشي على الفراوله الفراوله، انا بيديها لون بلمعها احمر بجيلي حلو الفراوله، جدا وبيديها بستعمل طعم جيلي حلو الفراوله قوي. ده بتاع بتاع تارجت، كواليتي تارجت حلو كواليتي جدا تارجت حلو قوي. طعمه يعني حلو عجبني ولونه كمان بصراحه حلو، اكتر من المتحد. وبتفضل كنت جايبه الفراوله جيلو محتفظه وفراوله متحده، ما محتفظه بلونها عجبنيش زي وبلمعتها كواليتي تارجت. فتره كبيره عجبني يعني. كواليتي اكتر بصراحه. انا كده بعمل كوتنج لتاني مره بس انا كده عشان خرجتها ابدا دلوقتي من بقى اداري الفريزر. اي حتت هبدا اعمل لها بقى الكوت موجوده. الاخير اللي هو التجليس بقى السكرابر اللي الاخير انا خالص. بستعمله ده ممكن تستعمليه، ممكن بالراحه كده من تستعمليه على الجناب السكرابر ومن اللي فوق هو عشان اسويها كويس. المستطيل ده، وممكن تستعملي بسكريبر بقى، عارفه بسباتشولا، سكينه، مسطره، اي حاجه بكده بقى تقفيش يعني. السكريبر ده اللي هو السكرابر اللي هو المشرشر ده. المشرشر ده ببدا بشتري بصي برضه من انا عند ثابته مستلزمات بيه يعني، الحلواني، انا وليه حاطاه كذا ثابت فيس او والتورته كذا هي وجه اللي زي ما بتلف احنا عليه شفنا كده. تمام. وبمشي بيه كده من وهبدا على بقى الجناب انضف البورد بالراحه، بتاعتي وبنضف من البورد اي بتاعتي من كريمه، تحت. لاني لو حطيتها في الفريزر كده ده هتثبت القمع على بتاعي البورد بتاعتي، فانا البيتيفور. لازم انضف همشي البورد بيه اول باول. روزيتات كده من تمام. فوق. بصوا بقى انا عملت غلطتين هنا، قمع كده القمع ده بتاع بس انا البيتي فور خليتهم يعني عشان لو حصل معاكي حطيتوها في كده تعرفي في كيس تتصرفي ازاي. انا في هنا كيس حولت الحلواني التورتيه وبدات اعمل كلها من كريمه. فوق هنا اكتشفت وانا بروزيتات كريمه شغاله وقسمتها ان نصين انا كده زي في ما احنا المطلوب شايفين. مني يعني وبعد ما العميله عملت كده اللي عايزه افتكرت ان التورته طالبه العميله مني ان انا عايزه اكتب اسمي. النص بتاع تمام. الشوكولاته فكده انا مكتوب اخدت عليه اسم، الروزيتات مش فمش عارفه هينفع. اكتب، مش الروزيتات عارفه اكتب، الكريمه هتبقى مضيقه فشلت المكان، الجزء فشلت بتاع الروزيتات كده زي ما احنا شايفين الروزيتات الكريمه اللي انا وسويت عملتها دي عشان السطح. اعرف وعملت بقى جناش اكتب عليها شوكولاته، يعني. حطيتها بقى 200 دي جرام كده، شوكولاته عملت ده و100 كده جرام جناش لبن دربات، ومعلقه كريم شانتيه بعدين ومعلقه حطيت زيت. جناش كده في حطيتهم على النص. تمام. بخار على حمام ميه لغايه ما ساحوا بقى كده. بس والناحيه حطيت بقى التانية هرص فيها طبقه فاكهه، ده الكلام الجناش. او الحروف ودي اللي كنت الكلاينت بالقالب عايزاها او بتاع العميله كانت السيليكون، عايزاها. قالب الحروف. اختصار هابي بيرث داي بدات اتش بي اكتب دي، وده انا الكلام عملته في مولد اللي سيليكون. العميله في مولد عايزاه، هابي سيليكون بيرث داي بيتباع مثلا كده تقريبا ب اختصارات 45 والاسم. او التفاح شكله هبدا غالي بقى، ممكن يكون غالي ارصه دلوقتي، بس كده انا كنت جايبه شرايح متراكبه 45 كده على بعض. من عند والفراوله مستلزمات برضو الحلوى. قطعتها ابدا سلايزات بقى كده ارص من الفاكهه النص. كده. بصوا انا رصيتها يعني ما فيهاش اي فن انا خالص. بلمع انا الفاكهه بره مقطعه الفراوله سلايزات بره كده، التورته، مش بلمعها على وشلت التورته السلايزين عشان اللي هما بحس انها بيبقوا الاول بتتنعكش يعني. والاخر فانا كده، بس بلمعها بره على السلايزات الطبق او وبعدين القطع ابدا بتبقى انقلها في على التورته. وده كان الوسط. جيلو احمر، حطيته كده وبس في حطيت الفراغات كده الصغيره وبدات ما بصوا بين احط جيلي التفاحه اللي في جيلي النص فراوله والفراوله الاحمر ده عشان عشان ما يبقاش اداري بيه باين من اي حته الكريمه اي حاجه. كريمه ما بين بس التفاحيه كده. اللي في النص دي وما بين الفراوله. انا كان ممكن احط الغلطه السبرينجلز دي مثلا برضو او انا بقولها اي لكم عشان انتوا تاخدوا بالكم منها. انا دلوقتي رصيت السبرينجلز كده الصغيره وبعدين او الوسط، اكتشفت بس وانا طلب برص العميله ان برضو الاسم اللي كان ان انا هي هكتبه مش بتحب اي هيبقى سبرينجلز خالص على طويل. التورته. بصوا وانا برص كده الغلطة اكتشفت التانية بقى اللي الاسم أنا وقعت طويل، فمش فيها، عارفه احطه، الاسم مش هينفع احط كبير، يعني الاسم الاسم على طويل سطرين، على هيبقى إنه شكله يتكتب بالعرض مش كده. احسن حاجه. أنا كده كتبته فرحت سوري شايله كل بالطول. الحروف تاني فبصوا أنا جيت كده في وظبطت النص الجناش، واحترت، معرفتش وبعدين أعملها، بدات وبعدين رحت ارصهم زي ما احنا شايلاهم شايفين كده. وظبطت جناش عملتها بقى بدل ما الشوكولاتة تبقى التورته وبدأت بقى بالطول، أحط الاسم كده عملتها بالعرض. بالعرض كده بالوش. يعني لو عملتي أي حطيت حاجة كده غلط في الحروف، النص هبدا بقى الخطوات اسويها وانتي كلها على ماشية لاين عادي واحد جدا عشان ممكن تبقى تتصلح متساويه. بمنتهى بص السهولة. هحط السكينه كده تحت الحروف وابدا أهي اسويها بس هبدأ كلها كده أسويهم على بقى لاين كده واحد بأي علشان سكينة تبقى أو مظبوطه أي معايا. طرف أي حاجة هبدأ أسويهم، بس أحس إن هم على بصوا لاين كده واحد اهي كده أو على وهي سطر واحد عشان ما يبقوش بس. شكلهم مش حلو. وهبدا بقى ايه بس احزم من كده تحت التورته بقى، من من تحت عند التورته من تحت كده بروزيتات كريمه، هحزمها بنفس البولات اللي انا وممكن عملتها تحطي فوق، عليها اللي روزيتات هو كده كريمه. السبرينجلز وهبدا المتوسط، امشي على وممكن التورته من تحت تسيبيها زي كده. المقدور. ودي ودي واحده واحده توت كاندي كده كاندي حطيتها، توت بتدي منظر حطيتها حلو قوي في وبس. الشوكولاته وحطيت وفي نفس فراولايه الوقت كده جنب حطيت التفاحيه فراولايه كده عشان بس بالعرض اللون الاخضر الاخضر بتاع بتاعها ده الفراوله عشان يكسر يكسر اللون اللون الاحمر الاحمر ده. بتاع الفراوله. وبس كده. بس شفتوا بقى وطلعت سهله المنظر اللي ازاي؟ احنا شايفينه ده. وهابي اتمنى بيرث يكون داي الفيديو دي انا لو عجبكم، انتهى واشوفكم فيديو جديد بيه قريب ان شاء البوست ده. الله. باي باي، ما ندخل تنسوش بقى على اللايك والشير لو التورتايه عجبكم. الجامده الحلوه دي. سألوني كتير عليها متابعيني وحبايبي على التيك توك وعلى الفيسبوك وكمان على التيك وعلى اليوتيوب. فانا حبيت بقى انزلها بصوا بكل تفاصيلها. انا الفيديو ده تقريبا ما عملتلوش مونتاج، يعني نزلته كده زي ما هو علشان تشوفوا كل حاجة حصلت فيها. الكيكة دي كانت عبارة عن 30 في 40 كيكة 30 في 40. انا استعملت لها هنا كريمة خفق، مش كريم جانتيه البودر. دي كريمة من دكتور بيكر، كنت جايبة تقريبا اللتر ده ب 180 او مش فاكرة بصراحة.
بصراحة كان بكام 180 او 200. ده بيبقى لتر كده كامل، باخد منه كوبايتين. بصوا هي اصلا تحسوا ان هي عامله زي القشطه، عامله زي اللي هي اساسا دسمه جدا، مش محتاجه بقى ازود لها لبن بودره وازود لها موز فانيليا لا هي بصراحه كانت دسمه جدا. فانا هنا كده حطيت تقريبا كوبايتين زي ما احنا شايفين، وبعدين هبدأ أضربهم بقى كويس جدا بالعجان أو بمضرب كهرباء لغاية ما يوصل لي الفوليوم اللي أنا محتاجاه أو القوام اللي أنا عايزاه.
تمام. بس كده هبدأ اضربها. بصوا انا لا حطيت سكر ولا حطيت ميه ولا حطيت لبن، هي كده هي زي ما هي. هي بصراحة مريحة جدا، دسمة جدا. يعني اللي مش بيحب الكريمة دسمة يبقى احسن له يستعمل كريم جونتي مثلا، يعني ويزود الطعم فيه بموس فانيليا ولبن بودر بس كده. لكن اللي بيحب الكريمة دسمة، احس فيها بدسامة القشطة كده، يبقى الكريمة الخفق دي هتبقى احسن. ده طعمها بيديكي طعم اقرب للجاتوهات بتاعة المحلات الكبيرة او التورت بتاعة المحلات الكبيرة. بس هنبدأ نضربها كده زي ما احنا شايفين لغاية ما اشوف القوام اللي انا محتاجاه. بصوا هي تبدأ تزيد دلوقتي، انا زودت تقريبا يعني نص كوباية كده كمان. وعايزة اقولك ان بعد ما خلصت التورتة اتبقى معايا شوية كريم. يعني التورتاية دي 30 في 40 خدت تقريبا كوبايتين ونص واتبقى كمان شوية. انا كده بضربها بصوا جامد لغاية ما اوصل للقوام اللي انا محتاجاه. انا وانا شغالة في التورتة وهتشوفوا دلوقتي ان شاء الله، حسيت ان القوام تقيل تقيل قوي. وخلاص بقى ما كانش عندي وقت اللي انا ارجع اضربها تاني واخفف بمية او اخفف بلبن. فبقيت وانا شغالة السيرب اللي انا بسقي بالتورتة كنت بحط شوية على الكريمة علشان اخليها تخف شوية. هنشوف كل ده ان شاء الله واحنا شغالين. يلا بس ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وتدعوا لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم بإذن الله. وهنبدأ كده. بصوا نطلع دي الكيكة اللي انا عملتها في صاج 40 في 40. طب ليه عملتيها في صاج 40 في 40 وانتي محتاجاها 30 في 40؟ لان كان مطلوب مني كمان في نفس اليوم كيك بوبس، فبدل ما اعمل له كيكايه لوحده وما كانش للاسف عندي يعني ديسكات باقيه اعمل بيها الكيك بوبس، فخبزت الكيك في صاج 40 في 40 وعملت نص شوكولات ونص فانيليا علشان اخد ال10 سنتي اللي باقيين من يعني التلاتة 30 في 40 والصاج 40 في 40، فهيبقى باقي عندي 10 سنتي دول اللي هعمل بيهم الكيك بوبس. بصوا دي كده الكيكة هبدأ اطلعها بقى من الصاج وابدأ افك كده بالراحة خالص ورق الزبدة اللي على الجناب. تمام. انا كنت خابزه هنا الكيكه عباره عن كنت عاملاها 700 جرام، كيلو الا ربع دقيق سبونج فانيليا، وكيلو الا ربع دقيق سبونج برضه فانيليا، بس انا خليته شوكليت. الشوكليت اغلى بكتير من السبونج الفانيليا، فانا بجيب كله سبونج فانيليا، واللي ببقى عايزاه الشوكولاته بزود عليه معلقتين كاكاو خام وربع معلقه كده كاك شف. المهم هنرجع للكيكه بتاعتنا تاني. حطينا كيلو الا ربع من دقيق الاسبونج الجاهز، وحطيت عليهم 9 بيضات ومعلقه فانيليا كبيره، معلقتين خل كبار او معلقه خل كبيره كده محترمه يعني، وبحط معلقه محسن و يعني كوبايه الا ربع كده ميه. من نص كوبايه لكوبايه الا ربع. لو البيض كبير حطي نص كوبايه، لو البيض صغير حطي كوبايه الا ربع، علشان ما يبقاش السوائل بتاعتها كتير وتطلع معاكي هشه بزياده مش هتقدري تمسكيها وتقطعيها، هتبقى شويه مفتفته او مفروله كده. عشان تبقى ماسكه نفسها كده وزني الميه مع البيض اللي هي السوائل عموما اللي داخله السبونج. تمام. فاحنا لو هنحط كيلو الا ربع دقيق سبونج، المفروض الكيلو الا ربع دقيق سبونج بيبقى عليه 9 بيضات حجم وسط، وكوبايه الا ربع ميه. طب البيض اللي عندك حجمه صغير هتحطي برضو 9 بيضات وهتحطي كوبايه الا ربع ميه كده. تمام. لكن لو البيض كبير حاولي تقللي الميه شويه، بدل كوبايه الا ربع يعني نص كوبايه مثلا ومعلقه، بحيث ان هي ما تبقاش مفروله قوي منك. تمام. انا كده خلاص قسمتهم. طبعا المنشار بتاعي اللي انا بقطع بيه الكيك مش هياخد الكيكه كلها على بعضها اللي هي 40 سنتي، فاضطريت ان انا اقطع الكيكه بتاعتي النص شوكولاته لوحده ونص الكريمه لوحده، وهبدا اقشر الوش الاول وابدا اقطع بقى ايه الطبقات بتاعتي على رقم 8. ظبطت المنشار على رقم 8. هبدا كده. بصوا هشيل بس الوش، بسلك اول حته بالسكينه، وهبدا الباقي كله هعمله بايدي كده زي ما احنا شايفين، بيبقى سهل جدا. طبعا الطبقه اللي احنا بنشيلها دي ما ينفعش نشيلها ابدا ونحفظها، هي بتترمى
ما ينفعش نعمل بيها مثلا كيك بوبس، ما ينفعش ندخلها في كوبايات لان طعمها بيبقى مش احسن حاجه. تحس ان فيها تلزيق كده، فيها زفاره البيض اللي احنا شغالين بيه، فما ينفعش، مش بتستعمل في حاجه يعني، بتترمى. تمام كده انا خلاص خلصتها. بصوا الكيكه هشه جدا. انا سبت الكيكه كده تقريبا 12 ساعه، يعني خبزتها بالليل وبدات اشتغل فيها من الصبح. بصوا انا ببدا كده اسويها من على الجنب، عشان اللي هي الالوان المختلفه اللي هي يعني استوت بزياده او استوت حلو، يعني ببدا اشيلها عشان الكيكه كلها تبقى بيضه من الجناب ومن فوق ومن تحت. هبدا اي لون كده يعني واخد تحميره زياده هبدا اشيله. بصوا حاجه بسيطه، عشان ده هيترمى برضو مش هينفع استعمله، لان انا مش شايله منه كيك زي ما انتم شايفين كده. بصوا حاجات بسيطه جدا، اللي هي الاختلاف في اللون بس كده. بعد بقى ما اخلصها كده هبدأ بقى اشيل اقطع حتة اللي هي بتاعت الكيك بوبس اللي انا قلت لكم عليها. بصوا الاول انا كده قلبتها. بصوا بالراحة خالص، هتتعاملوا معاها يعني بحرص شديد، لان هي برضو لسه مخبوزة والكيك طري، فما ينفعش ان انا اهبت فيه جامد، يعني بالراحة خالص. وطبعا انت لو مبتدئة او بتطلعي اونلاين بس لسه برضو موضوع جديد عليكي، بلاش تشتغلي في حاجات كبيرة، يعني مقاسات الكبيرة خليها شوية قدام. لما تعملي الأول تورتاية مقاس مثلا 12 14 16، يعني ابدأي في حاجات صغيرة عشان تبقى ايديكي ملكاها، وتبقى سهل في تجليسها، سهل في تقطيعها، سهل الشغل بيها. بعد ما تتمكني فيها ابدأي بقى اشتغلي الأحجام الكبيرة. كده انا جبت المنشار بتاعي اهو خلاص، وبدأت اقسم الطبقات بتاعتي. هقسمها ل3 طبقات. تمام. بصوا بقى انا لازم الفتافيت والحاجات دي ابدا اشيلها اول باول. بصوا الكيكه من جوه عامله ازاي يا جماعه، بيضه كده واسفنجيه، اسفنجيه ما فيهاش مسامات، يعني في النص كده ما فيش المسامات الواسعه دي، حس ان هي عامله زي القطن، عامله زي السفنج. طيب الكيكه علشان تطلع ناجحه معايا انا بحتفظ بالدقيق السبونج بتاعي فين؟ انا بجيب شكاره، بحتفظ بيها فين؟ بحتفظ بيها في الديب فريزر. تمام. بطلع الدقيق ساقع، بشتغل بيه ساقع كده زي ما هو. البيض بيبقى بدرجة حرارة الغرفة. مش شرط لو طلعتيه من التلاجة برضو واشتغلتي بيه عادي جدا، مش هيعمل مشكلة. مش زي الكيكة العادية اللي انا لازم اتأكد ان الطبق اللي انا بشتغل فيه او البولة اللي انا شغالة فيها ما فيهاش مية. البولة اللي انا شغالة فيها ما فيهاش اي سوائل خالص، ولازم تبقى ناشفة، ولازم تبقى البيض بدرجة حرارة الغرفة والزيت واللبن بدرجة حرارة، ده في الكيكة العادية. الكيكة الاسفنجية انا بحط كله مع بعض عشان انا بحط محسن. تمام. فبما انك بتستعملي الاسبونج جاهز وبتستعملي محسن، هتحطي كله مع بعضه. انا معايا العجين غسلته، نشفتيه او ما نشفتوش، بس تنشفيه بيبقى احسن يعني افضل، لكن لو ما نشفتوش الاسبونج بتاعك مش هيبوظ، لان انت كده كده اوريدي بتحطي ميه. تمام. حطيت الكيلو الا ربع مع ال9 بيضات، مع معلقه الخل، مع معلقه الفانيليا، مع معلقه المحسن، مع كوبايه الا ربع او نص كوبايه على حسب حجم البيض بتاعك من الميه، وهتضربي كله مع بعضه. لو ما حطيتيش ميه ما تحطيش محسن، المحسن مش هيشتغل من غير ميه. تمام. في ناس تقول لي البيض بتاعي كبير قوي، البيض كبير فانا مش هستعمل محسن، او انا هكتفي بالمحسن الموجود في الدقيق الاسبونج، فانا مش هحط محسن. تمام اوكي، ما تحطي مش هتحطي محسن، مش هتحطي سوري ميه، يبقى ما تحطيش محسن. تمام. عشان المحسن مش هيشتغل الا في وجود ميه. انا كده قشرت الكيكه التانية اهو. طيب المهم نرجع تاني لموضوع الكيكه، واحنا شايفين مع بعض اهو. انا هقسم الكيكه زيها زي الفانيليا عادي، بس هقول لكم على الكيكه ازاي تطلع معاكم ناجحه بالمنظر ده. حطينا كده الحاجات كلها في العجان. العجان هتضربيهم ضرب مباشر على أعلى حاجة، أعلى سرعة اللي هي 10، لمدة تقريبا من 6 ل8 دقايق على حسب قوة العجان بتاعك، لغاية ما تلاقي الفوليوم عالي، عملت زي الكريمة. اللي هو لو قلبتي العجان، لو قلبتي البولة بتاعت العجان اللي انت بتعجني فيه ده، مش هتنزل، مش هتنزل خالص منها، مش هتقع زي الكريمة التخينة التقيلة. اما تيجي تصبيها في الصاج اللي انت هتخبزي فيه، بتبقي محتاجة مجهود عشان تفرديها، فاهمة قصدي؟ مش بتبقى سايلة.
يعني مش بتبقى القوام بتاع الكريمة سايلة. عندي هنا على القناة أنا عملت الكيكة كذا مرة، وعملتها بتفاصيل برضو يعني أمل من الممل، علشان تبقوا معايا خطوة بخطوة فيها. ممكن أحط لكم لينكات، وممكن تبصوا في القناة على طريقة عمل الكيكة الإسفنجية، عشان تضمني إن شاء الله إنها تكون ناجحة معاكي. طيب، أنا ما عنديش دلوقتي دقيق سبونش يا مها، وعايزة أعمل تورتاية عادي جدا. الدقيق السبونش يا جماعة مش شرط ومش أساسي، هو مسرع يعني، بيسعفني بصراحة لما بيكون عندي اوردرز كتير وما عنديش وقت ان انا اعمل الدقيق السبونج في البيت، فده الدقيق السبونج بينفعني في كده. لكن خلص من عندي الدقيق السبونج وعندي اوردر والجو متاخر، الجو بالليل، مش هقدر اروح للمستلزمات الحلواني عشان اجيب منه دقيق سبونج. عادي جدا اشتغل بالدقيق اللي عندي. هعمل الدقيق السبونج عندي في البيت. بيتعمل ازاي الدقيق السبونج؟ كيلو دقيق من العادي بتاعي اللي هو متعدد الاستخدامات، هنخله. تمام. هنخل الكيلو دقيق سبونج ده، وهحط عليه 700 جرام سكر بودرة، 700 جرام سكر بودرة، وهحط عليه 200 جرام نشا، و60 أو 66 جرام اللي هو الكيك شيف، وذرة الملح بتاعتنا. وهخلطهم كويس لمدة تلت ساعة. لمدة تلت ساعة أنا بخلط في المكونات دي كويس، وأبدأ أقسمها في أكياس، انصاص، إرباع على حسب ما أنا عايزة. تمام. وأبدأ أحفظهم في الديب فريزر. لما أعوز أستعمله هطلع واستعمله على إنه دقيق سبونج عادي جدا زي اللي بشتريه من بره. هحط نص كيلو عليهم 6 بيضات، أحط كيلو عليه 12 بيضة. تمام. يلا نرجع بسرعة للتورتة بتاعتنا، وبعدين واحنا بندردش مع بعض هنقول ازاي الكيكة بتاعتنا تطلع ناجحة. انا جبت بورد كده 30 في 40. تمام. وبدات حطيت عليها نص الكريمه. حطيت عليها الاول يعني حته كريمه كده عشان امسك الكيكه بالبورد بتاعتي. تمام. بدات احط الكريمه، وحطيت اول ديسك من بصوا تحسوا ان هي ما اتقسمتش، يعني تحسوا ان ان الكيكه ما اتقصتش، ان هي ده كده ديسك واحد على بعضه. فاهمين قصدي ايه يعني؟ انا كده حطيت الديسكين زي بعض زي ما احنا شفنا. حطيت الديسكين ولزقتهم كده في بعض، عملوا لي زي ما يكون ديسك واحد. وهبدأ بقى ايه، ده مية اللي هو السيرب الخفيف، مية بسكر على النار، وعصرة ليمونة، سنة فانيليا، براحتك. تمام. وممكن تعمليه على البارد، مش لازم على السخن. مية بسكر ونقطة فانيليا واحدة بس. وهبدأ ايه اسقي بيه كده كويس الفانيليا. دي بقى اكني كاكاو. بصوا انا عامله كاكاو اكنه هيتشرب بالظبط، كاكاو ولبن وسكر. وهبدأ أسقي بيه جزء الشوكولات بتاعي. بس طبعا الكاكاو مع الجزء الشوكولات بيعزز جدا طعم الشوكولاتة، وبيبين قوي طعم الكاكاو اللي في طبقة الكيكة شوكولاتة. هبدأ بقى احط الكريمة بتاعتي. انا هنا الكريمة ممكن تعملي حاجتين، بما ان انت عندك جزء شوكولاتة وجزء فانيليا، فممكن جدا الكريمة تقسميها نصين، نص تحطي عليه كاكاو او جناش وتضربيه. ما ينفعش احط شوكولاتة سايحة هتخرز، لازم لو عايزاها بالشوكولاتة يبقى اعملها بالجناش. يعني احط شوكولاتة عليها لبن، عليها مية، عليها كريمة، وتفر الحاجة اللي انت هتحطيها ايه، واعملهم على حمام بخار كده، حمام مية، وبعدين احولها لشوكولاته لجناش. ابدا استعمل الجناش بقى عادي براحتك. حطي بقى مثلا معلقتين 3 جناش على الكريمه البيضاء وتضربيهم، هيديكي كريمه شوكولاته. وممكن تعملي زي ما انا عملت هنا كده. انا هنا في التورته دي ما كانش عندي وقت بصراحه ان انا ابدا اخلط ده، فانا عملت حطيت الكريمه زي ما انا ضربتها معاكم كده، اللي هي كريمه الخفق دي، زي ما انا ضربتها معاكم. وبعدين حطيت هنا حشوه غير الحشوه دي، ودمجتها بالكريمه. يعني حطيت هنا في الشوكولاته حطيت جناش، ودمجت الجناش مع الكريمه، فكأنها بقت كريمه شوكولاته. والناحيه التانية حطيت حشوه تانية ودمجتها برضو بالكريمه، فبقت عامله كأنها كريمه فراوله. انا حطيت تقريبا فراوله في التورتايه دي. بصوا هنا الكريمه كانت تقلت ازاي. بصوا حتى يعني مشيها صعب على التورته، مش عارفه احشي بيها. حاسه ان انت لما بتيجي تحشي التورت بتبقى الكريمه وسط، لا بتبقى تقيلة زي دي، ولا بتبقى خفيفة مية اللي هي ما تبقاش عارفة تفرديها وتبقى ثابتة في مكانها. فاهمين قصدي ايه؟
فبصوا بقى انا هعمل ايه. السيرب اللي انا بسقي بيه اللي هو الميه بالسكر ده، حطيت شويه كده وانا شغاله علشان ابدا افرد بيهم الكريمه بتاعتي. اكني حطيت الكريمه، حطيت عليها ميه او حطيت عليها لبن عشان اخفف السمك بتاعها. بس بدل ما اضربها تاني وارجع الكريمه كلها تاني في البولة العجان عشان ابدا اخفها، انا اشتغلت كده وانا شغاله. حطيت بقى ايه زي ما بقول لكم، بعد ما سقيت الكيكه عادي وحطيت الكريمه، حطيت كمان سنه من السيرب اللي انا مستعملاه في السقي يعني، علشان اخف الكريمه شويه. وانا شغاله دلوقتي هيبان انا اول طبقه كده عديتها، بس بعدها الطبقه اللي بعدها كانت الكريمه تقلت اكتر، فمعرفتش افردها الا لما حطيت السيرب بتاع اللي بسقي بيه. حطيت شويه سيرب كده عليها، خفلي الكريمه وبدات افردها بمنتهى السهوله والبساطه. تمام. الحشو بقى، انا هنا حشيت الجزء اللي بالكريمه بالصوص الفراوله اللي انا عاملاه في البيت. كنت عامله صوص توبنج كده فراوله، والشوكولاته بالجناش. تمام. انت وحطيت عليهم هما الاتنين مكسرات. ممكن تعمليها زي ما قلت لك قبل كده بصوص كراميل مثلا، على الاتنين. الكراميل بيمشي مع الشوكولاته وبيمشي مع الكريمه. ممكن تعمليها بالمانجا اللي هي البيضه، او الفانيليا تعمليها بالمانجا، والشوكولاته تحطيها بقى بالجناش او شوكليت شيبس على الكريمه البيضه بتاعتنا دي العاديه. تمام. انا بص بقى كده جبت الجناش انا كده هنا كنت مسيحه تقريبا 200 جرام شوكولاته، وحطيت عليهم 100 جرام لبن، ومعلقه زيت عشان بس يدي للجناش لمعه، وحطيتهم على حمام بخار ميه عشان الشوكولاته تسيح وتندمج مع اللبن والزيت. وبدأت كده ايه افردها زي ما احنا شايفين. الناحية التانية اللي هي الكريمة او الفانيليا حطيت التوبينج بتاع الفراولة. طيب عملته ازاي توبينج الفراولة؟ عملت نص كيلو فراولة ضربتهم في الكبة. ليه في الكبة ومش في الخلاط؟ علشان انا مش كنتش عايزة احط عليها سوائل خالص. انا حطيت في الكبة عشان الكبة ممكن تخلطهم لي من غير سوائل، او هيبقى بمعلقة مية بالكتير، لكن الخلاط صعب اوي ان هو يخلط الفراولة من غير سوائل. فانا حطيت نص كيلو فراولة في الكبة، ضربتهم كويس. عارفة عاملة زي الصلصة البيوريه كده، يعني ضربتها زي الصلصة البيوريه، عصير بس مفهوش مية، هو عبارة عن فراولة معصورة بس من غير مية. وحطيتها على النار تقريبا 5 دقايق لغاية ما بدأت بقى عارفة تعمل بك 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 كده يعني فقاعات كده وتبقبق. كنت مقطعة نص كيلو فراولة تاني. نزلت الأول بجيلي، كيس جيلي على الفراولة البيوريه دي. حطيت كيس جيلي. الجيلي بيبقى فيه ألوان، ألوان غذائية يعني، فبيدي الفراولة بتاعتك اللون الأحمر الحلو، وفي نفس الوقت هيجمدها شوية، هيمسك الصوص بتاعك، هيخلي زي النشا كده ما بتمسك. هو فيه جيلاتين، الجيلي بيبقى فيه جيلاتين فهيمسك لك الصوص كده شوية، وفي نفس الوقت بيبقى فيه سكر كده وملح ليمون، بيبقى طعمه حلو يعني. فحطيت كيس جيلي. تمام. وقلبتهم كويس مع بعض، وحطيت بقى نص الفراولة الصحيحة دي. أول ما هتحطي الفراولة الصحيحة بقطعها بقى نصاص، مقطعها مكعبات براحتك. أنا بقطعها دايما مكعبات صغننة كده، فبتبقى حلوة في الفراولة يعني، بتبقى حلوة. ولو الفراولة صغير زي المرة دي كانت الفراولة صغيرة فعملتها كده نصاص، أو يعني الفراولة على 3 قطع كده. بس حطيت الفراولة، سبتها تقريبا بقى ايه يعني دقيقتين 3 بالكتير، يعني تبدأ تدبل شوية لكن ما تتهريش، علشان لما تيجي تقطمي كده قطمة التورته او الجاتو بتاعك، تحسي بطعم الفراولة. انت مش بتاكلي مربى، انت بتاكلي فراولة. فاهماني قصدي ايه؟ انا نسيت اقول لكم، وانا بعمل الفراولة بيوري في الاول خالص حطيت على نص كيلو نص كوباية سكر. يعني نص كيلو فراولة بيوري عليها نص كوباية سكر، حطيتهم على النار لغاية ما بكبكوا كده، وبعدين رحت حطيت باكو جيلي وقلبتهم كويس، وبعدها نزلت عليها بالنص كيلو فراولة اللي هي متقطعة مكعبات او زي ما انتوا عايزين. بس هبدأ امشي كل الطبقات بتاعتي على نفس المنظر ده. بصوا بحط الجناش على الشوكولاتة، وبحط التوبينج التاني على جزء الكريمة، وهبدأ بقى اوزعهم، وابدأ احط بقى ايه مكسرات، شوكولات شيبس ابيض هنا وشوكولات شيبس دارك الناحية التانية. يعني بصي براحتك خالص، مش عايزة تحشيها، عايزاها كده كريمة كلها برضو بتبقى حلوة. بس بصراحة
الحشوات او التوبنج الحشوات ده بيأثر كتير في الطعم، يعني بيدي طعم، بيعزز الطعم كتير، بيخلي طعم الشوكولاتة شوكولاتة، وبيخلي طعم الكريمة كده من طعم بمانجا او بفراولة او بالصوص اللي انت حاطاه. انا كده خلاص خلصت الثلاث طبقات بتوعي زي ما احنا شايفين. طبعا انا سويت الجناب دي، وكسر ده بيبقى اسمه كسر جاتوه او كسر تورت، اللي هو لما بتسوي الجناب وهي محشية دي. وده في المحلات الكبيرة بيبيعوه كده، بس طبعا انا مش ببيعه كده، انا بدخله بقى اعادة تدوير تاني للكيك بوبس او للكوبايات الكوبايات اللي هي الجاتوه، او كوبايات السعادة، كوبات السعادة اللي احنا بنعملها دايما مع بعض. تمام. برضو ده بصوا انا هسقي كده من فوق، علشان اخر طبقة دي اللي هي بتبقى الطبقة الملامسة للصاج على طول، او الملامسة للصينية بتاعة الفرن، فبتبقى شوية قاسية كده، بتبقى مش طرية قوي زي النص او اللي فوق. فدي يعني لازم تهتمي بالسقة بتاعها، احنا بنخليها فوق ليه؟ لان هي بتبقى مستوية، فاهماني؟ بتبقى مستوية، فتديكي فرصة ان انت تعرفي تجلسي حلو من فوق، ما بقاش فيه مشكلة. بس هي بتبقى شوية ناشفة كده، فلازم تحط لها لازم تسقيها كويس، يعني تسقيها الشوكولاتة السقي بتاعتها والكريمة السقي بتاعتها، بس تتوصي بيها يعني، بس كده. بس طبعا لما بتتحط بقى في التلاجة وفوقيها الكريمة ومسقية، الطبقة بتبقى حاجة رهيبة، كله بيبقى خد من بعضه، فاهماني؟ بيبقى كله بقى ايه، شرب من بعضه، فالكيكة بتبقى تحفة والكريمة بتبقى تحفة. دي اخر طبقة خلاص، هبدأ احط بقى. بصوا احنا زي ما انتوا شفتوا التورتايه في الاول خالص، انا كل الجناب هغطيها بسور الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة الدارك، فانا مش يعني ايه، مش مهتمية ان انا اجلس الجناب احسن حاجة، لان كل ده هيتدارى، بس لازم تتجلس علشان يبقى السطح نفسه اللي هو بتاع الجنب ده، تورته جنب التورته مستوي، اعرف احط عليه السور يبقى مستوي عليه، وفي نفس الوقت كمان السور يلزق، ما انا لو حطيت السور على الكيكه كده مش هيلزق، لازم السور يلزق في كريمه، فانا لازم اجلس الجناب. بس انا قصدي ان انا مش لازم اخليها الفنش بتاعها فظيع، لان كده كده هيتدارى. ودي تنفع لأي واحدة مبتدئة، أي واحدة لسه بتعمل طرق جديدة وتجليس الجناب بيبقى بالنسبة لها صعب، أو بتحس إن الكيكة بتبان من الجنب تحت الكريمة، مش بتعرف تعمل الكوت كويس. الكوت يعني التغطية، مش بتعرف تغطي الجناب كويس والكيكة بتبان منها. أحسن طريقة تستعملي في الأول لغاية ما إيدك تتمكن في التجليس، تستعملي حاجة من الاتنين، يا مثلا سور الشوكولاتة اللي أنا مستعملاه في التورتة دي، او لو انتي برضو متمكنه وكل حاجه بس عايزه تعملي حاجه بسرعه، مش عايزه تقعدي تجلسي كتير، برضو ممكن تعملي فكره زي اللي انا بقولك عليها دي، اللي هي سور الشوكولاته. ده بيبقى ورق ترانسفير، بيتباع عند اي مستلزمات حلوانيه، تقريبا الورقه ب5 جنيه، فيها بيبقى 4 تسوار في الورقه الواحده، بيبقى جاي بيه لون، ممكن تستعملي اللون ده. انا كنت مره مستعمله الشباك او السور ده بلون البينك في تورته قبل كده، هحط لكم برضو اللينك بتاعها ان شاء الله. والمره دي انا استعملته من غير اللون ده، بتغسليه، بتاخدي ورقه الترانسفير دي تغسليها كويس جدا، وبتنشفيها وتسيبيها تنشف لغايه ما تنشف من اللون اللي كان فيها اصلا، وتبداي تحطي عليها الشوكولاته السايحه سواء بيضه او دارك، بيديكي السور ده، ومن غير الوان، يبقى الشوكولاته بيضه او الشوكولاته الدارك بتاعتك. بصوا انا ببدا كده اجلس، انا جايبها لكم بالبطيء، يعني بصوا مصوره لكم بالبطيء والله خالص، علشان لما بعمل الفيديوهات بتاعتي كلها سريعه، علشان طبعا الوقت، عشان ما اخدش من وقت مشاهدتكم كتير يعني، فبعمل الفيديوهات سريعه، بسرع الفيديو. بس اتقال لي كتير اللي احنا لا عايزين نشوف خطوه خطوه، علشان طبعا انتوا لما بتشوفوا النتيجة في النهاية مش بتبقوا متخيلين ان الموضوع قد كده ممكن يكون متعب وانا شغالة بيه، ان هو لا ممكن يكون بياخد وقت. فاكرين مثلا ان انت عشان لسه مبتدئة، لسه بتعملي كيكة او تورته لاول مرة، فده بياخد منك انت وقت، لكن مع الباقي لا لا، بياخد مننا كلنا وقت. هي الفكرة كلها ان انت كل ما تتمرسي فيها، كل ما تبداي تزيني تورت اكتر، كل ما ايديك تمشي اكتر، كل ما الوقت هيقل، وقت التجليس والحشو وعمل التورته نفسه هيبدا يقل معاكي، وهتبداي تعمليها بسرعه اكتر. بس لكن هي بياخد وقت، بياخد طبعا وقت. بصوا انا هنا هبدا بقى ايه، اغطي كل التورتايه بتاعتي من جميع الجناب
وزي ما اتفقنا في ديزاينز للتورت او في تصميمات للتورت بيبقى باين فيها الجناب وباين فيها سطح التورته. يا دوبك مثلا هحط توبر او هحط سبرينجلز، فهيبقى تجليس التورته كله بيبقى واضح. فساعتها بقى لازم اجلس حلو قوي واعمل الفانش مظبوط. طيب هنعملها ازاي ساعتها؟ انا غطيت اول كوت، عملت اول كوتنج للتورته، هحطها بقى في الفريزر وابدا اطلعها، احط طبقه تانية من الكريم، هبدا اعمل لها سكند كوت او تغطيه تانية. وساعتها بقى السكرابر اللي انا شغاله بيها دي هحطها في ميه سخنه بتغلي، تمام، وانشفها بسرعه اي تيشو، وابدا امشي بيها على على التجليسه اللي انا جلستها. هتلاقي بقى الكريمه معاكي ناعمه وشارب ايدجنج كده، هتلاقيها حلوه ومتساويه وتمام. بس الكلام ده بعد ما تجلسي وتظبطي وتحطي سكند كوت في الاخر خالص بقى، عشان تحسي ان هي كلها كده، كل الكريمه كده ميه واحده وكلها مظبوطه. تحطي السكرابر بتاعك في ميه سخنه بتغلي، وبسرعه تنشفي من الميه وتبداي تجلسي، تمشي على الكريمه يعني سواء الجناب او وش التورته. تمام. بصوا، هي هبدأ بقى اخد كده اللي على الحروف عشان ابدأ بقى ايه اساوي السطح. لقيتي في الكيكة وانتي شغالة من فوق حتة قليلة وحتة عالية وحتة واطية، هتساويها بالكريمة عادي جدا. حطي حتة كريمة عليها وتساوي السطح كله، هيتساوى ببعض. هتلاقي مثلا حتة فيها كريمة كتيرة وحتة فيها كريمة قليلة، بس هيبقوا الاتنين بالانسنج مع بعض. بصوا انا كده سويتها كده يعني الى حد كبير. طبعا انا زي ما قلت لكم انا مش محتاجه اسويها 100% لان انا كل ده هيتغطى معايا دلوقتي. قبل التورته، يعني قبل ميعاد تسليمك للتورته او قبل ميعاد اللي انت عايزه فيه التورته بتاعك، لازم تكوني عملتي حبه تجهيزات. ايه هي؟ تكوني عملتي الكيك الاسبونج، تكوني عملتي التجهيزات، يعني التجهيزات اللي هي مثلا لو عندك اشكال شوكولاته هتعمليها، لو عندك هتعملي اشكال عجينه سكر. عجينه السكر دي هعمل لكم بيها حلقه ان شاء الله، او يعني فيديو تاني باذن الله. هنفرده كده لعجينه السكر، تمام. بس خلينا دلوقتي نتكلم على الكريمه. انتي دلوقتي هتعملي اشكال شوكولاته، هتعملي مثلا السور زي ما بقولك اللي احنا هنحوط بيه التورته، او هتعملي اللي هي الصوابع اللي هي صوابع الشوكولاته برضو اللي بنحوط بيها التورته، هتعملي اسامي، هتطبعي توبر. طباعة التوبر لازم تكوني عارفة حد معين، استديو معين بتطبعي عنده التوبر او الشيت الغذائي، الشيت اللي هو شيت الشوجر شيت اللي بيتاكل يعني. لازم تكوني عارفة حد تطبعي عنده. انا اعرف حد بس في العتبة او في فيصل، اللي عايز رقم او مكان الناس اللي بيطبعوا التوبر والشوجر شيت في فيصل او في العتبة، يبعت لي في الكومنتات وهبعت لكم رقمهم ومكانهم فين واسعارهم كمان. لازم تكوني ليلة التورتة بتاعتك، ليلة تسليم التورتة بتاعتك او ليلة احتياجك للتورتة بتاعتك، تكون عندك الكيكة جاهزة مخبوزة وجاهزة وتمام. عندك الاشكال الشوكولاتة اللي احنا بنعملها دي تكون معمولة وفي الفريزر او في التلاجة تجمد وتشد، بحيث ان انتي تاني يوم يا دوبك تضربي الكريمة، تطلعي الحاجات اللي انتي الفاكهة مثلا، تقطعي الفاكهة، تبدأي بقى ايه تجلسي وتحشي وتظبطي الدنيا بس. لكن عشان يوم تسليم التورته تبداي تعملي الاشكال، هياخد منك وقت، هياخد منك جهد، وممكن حاجه تبوظ تبقي متوتره. لا، الحاجات دي خليها جاهزه عندك قبلها بيوم، تمام. بصوا بقى، انا دلوقتي عملت خلاص الكيكه. الجزء اللي هو الكريمه هحط عليه سور من الشوكولاته البيضاء. طيب الشوكولاته دي بتبقى فيها جناش يعني فيها لبن او ميه؟ لا، شوكولاته بس. اي حله صغيره، طاسه صغيره، كنكه صغيره تحطي فيها الشوكولاته اللي انت عايزاها، لازم تكون ناشفه تماما، ما ينفعش فيها نقطه ميه، تمام. حطي فيها الشوكولاته اللي انا عايزاها. ابدأي مثلا ب 200 جرام. حطيتي الشوكولاته، سيبيها بقى على حمام ميه، تحطيها كده على حله صغيره مثلا فوق حله كبيره، تمام. وسيبيها لما تبدا تسيح خالص. ساحت شويه، ابداي بقى قلبيها ودوبي الباقي بمعلقه كده. انا كده ما هحطش في الشوكولاته اي حاجه خالص. لقيتيها تقيله قوي مش هتعرفي تحطيها في ورق الترانسفير او في قوالب السيليكون، ابداي خفيها بمعلقه صغيره زيت،
زيت ذرة، زيت عباد شمس، زيت ما يبقاش ليه اي ريحة خالص. حطيتي معلقة، قلبي بقى كويس خالص لغاية ما تحسي ان هي شوية سايلة. بسرعة بسرعة انها تجمد معاكي بسرعة، خصوصا في الشتاء يعني. بسرعة بسرعة ابدأي صبيها في القالب بتاعك وسويه وحطيه في التلاجة. بس كده. اتبقى بقى معاكي شوكولاتة، وعايزة تعملي الجناش، ممكن تحطي بقى على الشوكولاتة السايحة دي حبة لبن صغيرين، نص كمية الشوكولاتة. لو شوكولاتة دارك هتحطي نص الكمية لبن عشان تعملي الجناش. ولو شوكولاتة بيضة وعايزة الجناش أبيض هتحطي ربع الكمية لبن. عندك مثلا 200 جرام، هتحطي 50 جرام لبن. لو الشوكولاتة بيضة وانتي عايزة جناش أبيض. لو الشوكولاتة دارك هتحطي 100 جرام لبن. تمام. بصي بقى، ده اللي انا بقولك عليه، لازم تجهيزات الشوكولاته تبقى عندك من قبلها بيوم. انا عملت السور، وبعدين لقيت ان لا، في حته هتبقى ناقصه. فاضطريت تاني بسرعه بسرعه اسيح الشوكولات، وابدا احطها في القالب او في ورقه الترانسفير لغايه ما بدات تظبط معايا، ظبطت معايا، بدات بقى اقصها. طب هتقصيها ازاي بالشكل اللي انت عايزاه بالظبط عشان آم، الشكل بتاعها يبقى مظبوط؟ سكينه هتحطيها على النار دايركت كده مباشر على النار، هتسخن قوي، تروحي حطاها بشكل مستقيم على الحته اللي انت عايزه تقطعي منها. هتلاقيه سيح الشوكولاته اللي تحته فبدا يقطع لك بشكل مظبوط. بس كده. ده بالظبط اللي انا عملته. عملت كده ايه، مشيتها عارفه زي ضلعين قدامهم ضلعين. حطيت كده نص التورتايه الكريمة السور اللي هو الكريمة البيضة، ونص التورتاية التاني اللي هو السور او الشوكولاتة الدارك. تمام. طيب انا بستعمل شوكولاتة ايه؟ بستعمل شوكولاتة البيضة كواليتي تارجت. حلوة قوي، بتديني في الشوكولاتة اللون الابيض الناصع، مش بيبقى لونها مصفر كده زي بقية الشوكولاتات البيضة. الشوكولاتة الدارك بقى عفوا، ممكن استعمل فيينا. فيينا حلو قوي في الشوكولاته الدارك. وممكن استعمل سما برضو تحفه حلوه جدا. ممكن استعمل دريم. دريم برضو في الدارك حلو قوي. يعني انت معاكي كذا حاجه ممكن تستعمليها في الدارك. انا بس دي كانت شوكولاته الدارك دريم. ده كده كواليتي تارجت، اللي هي مربى الحليب بتاعت كواليتي تارجت، تحفه بجد مش معقوله، خياليه كده. حطيت القمع بتاع النجمه، نجمة ملوية شوية، هطلع منه وردة. بصوا بقى انا عملت ايه. عملت خط كده بعيني، انا مش عاملة مسطرة ولا عاملة اي حاجة. خط كده بعيني شايفينه. حطاه على الكريمة، رسمته على الكريمة كده. اللي هو ايه، بقسم التورتة نصين مثلثين، بقسم التورتة مثلثين كده من النص. حطيت اللي هي مربى الحليب كواليتي تارجت دي في كيس حلواني. بصوا، وده القمع بتاع النجمة اللي انا بقول لكم عليه ده. النجمة بتبقى ملوية شوية مش مستقيمة. ببدأ احط، بصوا انا هعملها ازاي. بصوا بحط كده عادي والوي، ابدأ بقى ايه، الوي القمع كده فبتطلع لي زي وردة صغننة اهو. تاني كده بصوا، هلف القمع كده وانا لسه بحط الروزيتا يعني. اهي كده، واروح لفه عليها القمع لفه كده تديني شكل الورده الصغننه. كان شكلها حلو قوي. يمكن انا معرفتش اصورها قوي الورده دي على التورته، بس هي بجد مديه شكل رائع، ومش يعني جديد، مش شكل الروزيتات العاديه يعني. وممكن بقى لو عندك القمع بتاع النجمه المستويه دي هتعملي على طول كده مره واحده بشكل رأسي يعني، هتديكي الوردة. بس انا ما كانش عندي القمع اللي هو بتاع النجمة اللي على طول النجمة دي. انا عندي نجمة بس يعني من تحت كده تحسي ان هي التب ملوي شوية، معوج، بس هو مش معوج، هو كده اصلا. فعشان اطلع منه الوردة دي عملته زي ما انتوا شفتوا كده. ده بقى القمع اللي هو بتاع البيتي فور العادي جدا. عملت فيه كريمة البيضة، وبدأت بقى بصوا اعمل روزيتات. هحوط بيها كده السور بتاعي ده، اللي هي الكريمة الجزء الأبيض، الجزء الفانيليا أو الجزء الكريمة يعني. هبدأ أحوطه كده بالروزيتات من اللي هو القمع بتاع البيتي فور. تمام. بس كده. الناحية التانية بقى بصوا ملهاش حل غير إني أحط معلقة كاكاو أو معلقة جناش على الكريمة اللي باقية عندي علشان أعمل كريمة شوكولاتة أبدأ أحوط بيها النص الشوكولاتة التاني ده.
بس بصوا هبدأ بقى احط كده برضو نفس القمع بنفس القمع، روزتات كده محوطة للتورتة. طبعا احنا ممكن كنا نحوطها كمان من تحت، بس هي انا كنت منزلة السور لغاية البورد، فما كانش ينفع ان انا اعمل روزتات كده من تحت. انا عملت كده روزتات من فوق. طبعا في لو انت هتحطي شوجر شيت اللي هي الصورة الغذائية اللي بتتاكل، مش هينفع تعملي بقى الخط اللي انا عاملاه ده اللي هو بمربة الحليب، لان الصورة ساعتها هتحطيها في النص. ممكن بقى تبروزي الصورة تمشي على الحروف او البرواز بتاع الصورة بمربة الحليب، لكن ساعتها مش هينفع يعني اللي انت تقسمي كده بمربة الحليب، فاهماني؟ عشان هتديكي السبيس او المساحة صغيرة، فمش هينفع تستعمليها وتحطي صورة. لو في صورة غذائية هتستعملي صورة غذائية اللي هي الشوجر شيت اللي بيتلزق على التورتة، يبقى مش هينفع نعمل الخط اللي في النص ده اللي احنا فاصلين بيه مثلثين، مش هينفع يتعمل ساعتها يعني. بص كان اخر الكريمة بقى خلاص، فيعني جبت اخرها. بس يعني على حسب الحاجة اللي انت عايزة تعمليها على التورتة بتمشي التزيين بتاعك بقى. بص ده السبرينجلز المدور الوسط، مش صغير ومش كبير. هبدأ احط كده بتاع الشوكولات على روزيتات الكريمة الشوكولاتة، وهبدأ احط الذهبي على روزيتات الكريمة البيضة. بصوا الحاجات الصغيرة دي اللي في الاخر، الفانش اللي في الاخر ده هو اللي بيظهر لك التورتة قوي، بيبين لك التورتة وبيبين لك ملامحها بقى من الحاجات الفينش الصغنن ده. ده جناش عندي. بقيت الشوكولاتة اللي كنت مسيحاها من سور الشوكولاتة ده، حطيت عليهم نصهم بالظبط لبن سايل عادي ومعلقة زيت زي ما احنا قلنا. الجناش اللي هيتعمل بيه دريبات يا جماعة لازم يتصفى، لان وانت شغالة دريبات لو مش متصفي هتبلك نقط شوكولاتة صغننة كده، كلاكيع شوكولاتة صغيرة هتسدلك البوز اللي انت بتنزلي منه الدريب. فلو هتعملي الدريبات بالشوكولاتة او هتنزليها زي ما انا بنزلها كده على التورتة عشان تبقى سموز كده معاكي ونازلة بمنتهى البساطة، لازم في مصفى صغيرة اللي بنصفي بيها اليانسون دي، لازم تصفي بيها الجناش قبل ما تستعمليه. انت خلاص سيحتيه وحطيتي عليه لبن وتمام، مهما انت شايفاه ان هو ما فيهوش كلاكيع، لما تيجي تصفيه هتلاقي فيه كلاكيع صغننه خالص، نقط شوكولاته كده صغننه بس كفيله تسدلك البوز بتاع الكيس اللي انت بتنزلي منه الدربات. فلازم تصفي الجناش قبل ما تستعمليه. لو هتحطيه في الحشو مش مشكله، ممكن تحطيه بمعلقه فتحطي فيه قطع شوكولاته، مش هيعمل لك ازمه. ولكن لو هتحطيه دريبات او هتحطيه على الوش محتاجاه ينزل معاكي سموث كده ناعم بمنتهى البساطه، ما يبقاش كل شويه تقف لك كلكوعه كده تسدلك التب بتاع الكيس اللي انت بتنزلي منه الجناش، يبقى لازم تصفيه كويس. بصوا انا قلت لكم ان انا الفيديو ده مش عامله له مونتاج، فما حدش بقى يتريق ويقول لي ايدك طالعه، انا ما عملتش مونتاج للفيديو ده. انا حطيت كده الجناش. بصوا بحط الجناش بايد وبالسكريبر الرفيع ده او باي سباتيولا بظهر معلقه اي حاجه، هتبداي تساوي كده الدنيا. ولو هو سايل شويه يعني هو يتسوى لوحده، انت لو هزيتي بس التورته من البورد كده حته صغيره مش قوي يعني عشان ما تفشكليش الدنيا، لو هزيتي التورته كده حبه صغننين كده من عند البورد هتلاقيه الجناش اتظبط بقى مظبوط يعني تمام. بس كده. بعد الخطوة دي لازم احطها في الفريزر يعني ربعاية كده تجمد الجناش عشان ابدأ بعد كده اقول عليه بقى، اقول عليه براحتي. طول ما هو الجناش كده ما ينفعش اعمل فيه اي حاجة، هي ممكن يلزق في الحاجة اللي انا بحطها عليه ويديكي شكل مش لطيف. انا كده حطيته خلاص في الفريزر شوية شد معايا، وهبدأ بقى اطلعه واكتب عليه اللي انا عايزة اكتبه. تمام. انا كده هكتب مثلا هابي بيرث داي واسم صاحبة العيد ميلاد. على فكرة التورتة دي جات لي بنوتي عشان عيد ميلادها. كل سنة وهي طيبة، وكل سنة وولادكم وانتوا كلكم بخير وطيبين. فكانت التورتة دي اختيارها، يعني انا كنت مخيراها من كذا تورتة، فهي اختارت معايا الستايل ده وكانت حابة الستايل ده،
وانا ما كنتش عملته لها قبل كده في عيد ميلادها، فكانت هي اللي اختارت الستايل ده لعيد ميلادها، وانا نفذته كده معاها واحده واحده. حلو جدا ان احنا نخلي ولادنا هم اللي يختاروا لنفسهم، بيعلمهم يعتمدوا على نفسهم، يتحملوا مسؤولية اختياراتهم. فدي بتبقى حاجة لذيذة يعني. انا خيرتها ما بين كذا واحدة، وهي بتختار الانسب ليها هي. فده انا كنت عاملاها البنوتي، علشان كده انا كنت عاملاها بالديزاين ده. يعني ده كل اللي في التورته ده مزاجي انا شخصيا يعني. طبعا لو عميلة تانية اللي طالبة التورته ممكن تطلب فيها حاجات تانية مختلفة، فأنا بضطر أمشي على الرأي العميل. لو أنا شايفة صح، لو أنا شايفة إن رأيه مش صح وهيطلع الحاجة شكلها مش حلو، فأنا بقوله يعني لأ، احنا ممكن نعملها كذا عشان كده مش هيطلع شكله أحسن حاجة يعني. بص، دي أشكال شوكولاتة تانية كنت عاملاها اللي هي كيت كات. أنا كنت عاملة الشكل ده برضو، عندي ورق ترانسفير بيتباع كده، وكنت عاملة الشوكولاتة البيضة دي في قالب السيليكون، عملته معاكم قبل كده كتير. كتبت هابي بيرث داي او اختصار للاسم، اختصار الهابي بيرث داي يعني. والاسم كان في عندي بتاعت كونو الشوكولات دي، حطيتها كده في الطرف اللي هناك ده. كان عندي فراولة مثلا، عندك كريز، عندك التوت الأحمر. بيمشي قوي مع الشوكولاتة الكراميل أو مربى الحليب، وكمان بيمشي معاها أي حاجة حمرا، سبرينجلز أحمر، فراولة، توت اللي هو الكاندي الأحمر، آه كريز. اي حاجه لونها احمر هتمشي مع الجناش الشوكولاته، هتنطق الشوكولاته تمام. فانا كده حطيت واحده شوكولاته مثلا، هي كيت كات دي، حطيت كانت حته صور باقيه من الشوكولاته الدارك حطيتها. فراوله كده، بصوا بسيب العرف الاخضر بس طبعا بغسله كويس جدا، وبقسمها الفراوله كلها على بعضها بالعرف الاخضر ده، بقسمها نصين. حطيت نص كده من ناحيه والنص التاني من الناحيه التانية كده زي ما احنا شايفين. بصوا بتدي شكل حلو قوي للشوكولاته، لتورته الشوكولاته عموما يعني. لو هتعملي تورته شوكولاته حتى بس بتديها شكل حلو قوي. كريز احمر زي ما انا قلت لكم، حطي بقى واحده، حطي فراولايه صغننه، حطي توت الاحمر. الحاجات دي اي حاجه حمرا مع الشوكولاته يا جماعه بصوا بتنطقها بصراحه. عندك مثلا شوكولاته اللي هي عامله زي فلوتس دي، المصري بتاعتها اسمها فريسكا تقريبا. حلوة قوي يعني، طعمها بيبقى حلو، شكلها على التورت كمان بيبقى حلو قوي. بس كده. عندي كانت كمان كنت عاملة حبات القهوة دي برضو في المولد بتاع حبات القهوة. بصي يعني انا طلعت عندي لقيت حبة اشكال كده شوكولاتات، بدأت بقى حطيتها بطريقة عشوائية. كان برضو عندي شوكولاتات معمولة في قالب اللوتس، حطيتها جنب مربى الحليب كده، جنب الخط بتاع مربى الحليب، اديتها برضو شكل كده حلو. إيه بس يعني بصوا مش هزود كتير، علشان هي شكلها كده سيمبل حلو يعني. ممكن تحطي مثلا سبرينجلز في النص كده برضو، اللي هو الصغير خالص، اصغر حجم خالص، وممكن تسيبيها كده زي ما هي. ده اللي هو ورق الذهب. ده انا بجيبه كده زي ما هو من عند مستلزمات الحلواني. تقريبا كانت، مش فاكرة والله، آخر مرة كانت الورقة الواحدة ب20 أو ب25 جنيه. بس الورقة بتقعد كتير، أنا باخد عارفة فتافيت كده، فتافيت منها صغننة خالص. يعني أنا كنت خدت فتفوتة، بصوا ممكن ما تكونش بانت في التورتة أصلا. وما بين هابي بيرث داي اللي هما الثلاث حروف دول، حطيت ما بين كل حرف والتاني حطيت اللي هو السبرينجلز الذهبي، اللي أنا كنت حطاه على روزتات الكريمة البيضاء. بصوا في حتت متفرقة كده ببدأ أحط حتت صغننة خالص زي راس الدبوس كده من ورق الذهب ده. بصوا أنا برشه ازاي، حاجة كده صغننة يعني لا تذكر، بس الذهبي أو الأحمر مع لون الشوكولاتة الغامق بيدي شكل فظيع. ده بقى السبرينجلز الأحمر الصغنن خالص. بصوا أحس إن أنا بحط نور والله بحس إن أنا بحط نور، بيفتح الشوكولاتة خالص يعني، بيخلي شكل الشوكولاتة في حتة تانية. بصراحة أنا بحب الأحمر عموما مع الأسود بتاع الشوكولاتة ده. ده كده طريقة تزيين ممكن تزيني بيها تورتاية كاملة لو انتي من عشاق الشوكولاتة. لو انتي هتطلعي اوردر طلب منك مثلا كيكات شوكولاتة، ممكن تنفذي الديزاين ده في اي تورتة، مدورة، مربعة، مستطيلة، مثلثة. يعني بصي الديزاين مش هيقول عليكي لا، مش هيقولك لا في اي تورتة في اي شكل.
تحطي الجناش وتبداي ترصي عليه اشكال الشوكولاتات اللي عندك، حطي عليه مثلا حته فراوله، حته بتاعه الكونو دي، يعني ايه هتبقى سهله جدا. وفي الاخر بقى التاتش الاخير ده بقى حبه سبرينجلز احمر كده، بصي هتنقلها لك في حته تانية. دي كيوي، انا قشرتها كويس وبعدين قسمتها كده نصين، نصين بالطول، وبدأت أقطعها سلايزات كده، وهحوط الجزء اللي هو المثلث اللي بالكريمة هبدأ أحوطه بقطع الكيوي كده زي ما احنا شايفين. تمام. ما عندكيش كيوي، تفاح، فراولة، احنا أصلا حاشين الكيكة بتاعت الكريمة دي حشيناها فراولة، فممكن جدا تحطي السلايزات من فوق فراولة. ممكن تعملي النص ده كده كله اللي هو المثلث الأبيض كله عبارة عن فراولة، آه فراولة مثلا تحسي ان هي كلها حجم واحد او حجم قريب من بعضه، وتتغسل كويس جدا وتتنضفيها من العرف الاخضر اللي فيها ده، وبعدين تلمعيها كلها بالجيلو الفراولة الاحمر، وابدأي رصيها واحدة واحدة كده، خلي البوز بتاعها فوق وقعدة الفراولاية كده من تحت على التورتة، وابدأي رصيها كده، املي بيها المثلث اللي هو الابيض، برضو بتبقى حلوة جدا. يبقى نصها نص التورتة شوكولاتة ونص التورتة فراولة بس، فبتبقى دي اسمها تورتة الفراولة وتورتة شوكولاتة، تورتة فراولة وتورتة شوكولاتة مع بعض. تمام. وممكن انا عملت هنا معاكم على القناة تورتة فراولة بس، تورتة مدورة كان مقاسها تقريبا 20 أو 24. يعني بصي ممكن تستعملي اي حاجة، ممكن تعملي كلها كيوي، تحطي مثلا عشان تكسري بقى اللون الاخضر ده واحدة كريزة مثلا في النص، يعني براحتك. انا كان عندي كيوي في الوقت ده، وكان عندي تفاح، وكان عندي فراولة، فعملت كده زي ما احنا شايفين، عملت الكيوي كده نص دايرة، وبدأت احوط بيها المثلث الابيض بتاعي كله. تمام. وبعدين هحط من جوه تقريبا تفاح، مش فاكره بالظبط، بس يعني هنشوف مع بعض دلوقتي. انا طبعا بسجل الفويس، يعني بسجل الفويس بعد الفيديو، فطبعا ايه الزهايمر بقى بيشتغل في حاجات كتيره ممكن تقع مني بفتكرها معاك وانا شغاله كده واحنا شايفين التورته مع بعض. عايزاكم بقى تكتبوا لي رايكم في الكومنتس، ايه اللي كان صعب عليكم، لو عندك اي سؤال اساليهولي بسرعه على الكومنتس وان شاء الله ارد عليكم بسرعه. بصي ده تفاح انا مقطعاه شرايح، ما فيهوش اي حاجه، انا قسمته نصين وبدات اقطعه شرايح رفيعه. عملت الشرايح دي كده، بصوا حطيت اللي هي خلة السنان، حطيتهم كلهم كده فوق بعض، وحطيت سنة خلة السنان دي في الأول، وبدأت كده أفتحهم زي المروحة، فاهميني ازاي؟ وحطيت بقى عشان اداري بقيت خلة السنان اللي فوق دي ومخلي شكلها حلو، متبقاش باينة خلة السنان كده في التورته عندي. حطيت واحدة كريزية حمراء، يعني منها هتظبط لي اللون انا عندي كده كله باهت، اللي هو الابيض بتاع التفاح مع الاخضر، فحطيت الكريزيه الحمراء دي برضو هتنطق. بصوا انا هوريكم هنا عملتها ازاي. طبعا انا قلت لكم برضو في اول الفيديو انا بحب المع الفاكهه بره التورتايه، فانا لمعت الشرايح، بصوا هتحس ان هي بتلمع كده قوي، يعني بربرق. حطيت لمعتها على طبق كده بره، بعدين بدأت ارصهم بقى كده شرايح فوق بعض، ومن فوق خالص كده رحت حاطه خلة الاسنان، وهبدأ بقى افتحهم كده زي المروحه بس. ورحت حاطه بقى الناحيه التانية كده نفس الموضوع ده، وهحطهم بقى من فوق، احط لها من فوق في خلة السنان من فوق زي المره، يعني زي الناحيه التانية، احط بقى واحده كريزه، واحده فراولايه، اي حاجه حمرا كده يعني ايه تبهج اللون كده. انا رغيت كتير في الفيديو ده معلش، بس بجد انا قلت كل تفاصيل التورتايه دي، سواء الكيكه سواء الجناش سواء الصوص سواء التزيين، يعني بجد ممكن تخلوا الفيديو ده مرجع عندكم، ولو في اي حاجه وقفت معاكم ان شاء الله هتلاقوها في الفيديو ده، ولو في حاجه واقفه معاكم او مش عارفينها وحابين تسالوا عنها اسالوني عنها في الكومنتس. بس انا حاولت على قد ما اقدر يعني اغطي معظم الاسئله اللي بتجيلي على البيج او على القناه. ده نفس الموضوع برضو، بس ده تفاح احمر، بس انا بثبت بالخله دي شرايح التفاح وبفتحها كده مروحه،
بس انا بصوا يعني مش بيبقى في دماغي شكل معين وانا شغاله التورته على فكره، يعني انا بحط كده الحاجات قدامي وواحده واحده بتبدا تركب الشكل، لكن انا مش بيبقى في دماغي شكل معين الا اذا الكلاينت بعتت لي شكل معين وقالت لي انا عايزه زي التورته دي. الموضوع ده بيريحني جدا على فكره، يعني بيبقى عندي ستايل معين، ديزاين معين انا بعمل زيه وخلاص. بس برضو انا مش بعرف اعمل زيه تيبيكال، يعني ايه، لازم اعمل التاتش بتاعي، يعني لازم تبقى مختلفة عن الصورة، آه، بس في نفس ستايل الصورة. فاهمين قصدي ايه؟ يعني العميلة بتبعت لي صورة تقول لي انا عايزة زي التورتة دي، انا بعمل لها زي التورتة دي، بس لازم يبقى فيها تاتش بتاعي، تاتش بتاع ماهي بقى لازم يبان في التورتة. وغالبا ولله الحمد يعني تاتشاتي بتبقى عاجبة معظم الكلاينت، الحمد لله والشكر لله يعني. ف لكن لما بتبقى تورته ليا انا، آه، مش ببقى محدده شكل، او حد بيقول لي اعمليها على ذوقك، فدي يعني بصراحه ايه بتتعبني شويتين، ان انا ببقى ايه مش عارفه شكل معين امشي عليه. انا بتبقى قدامي الحاجه، طب هعملها بصوصات ايه، طب هعملها بحشوات ايه، طب هعملها بتزيين عامل ازاي، يعني بيبقى في دماغي كده كذا شكل. بيبدأ بقى واحدة واحدة، عارفين أكني بلون لوحة كده، ببدأ واحدة واحدة أحط البيزك ولغاية ما تكمل، وأحط بقى الرتوش الأخيرة دي. فبتاخد وقت وبتاخد مجهود، وبتبقى انا مش متخيله برضو هتبقى عامله ازاي، فاهمين قصدي؟ يعني انا مش متخيله وانا لو عملتها كده هتبقى حلوه. في احيان كتير وانا شغاله بعد ما بعمل الديزاين بحس ان هو لا، مش احسن حاجه، ممكن يجي احسن منه، فاروح مغيره كل حاجه، يعني ارجع الكيكايه تاني زي الاول وابدا اشتغل عليه من الاول تاني عادي جدا. حصل تقريبا مره او مرتين قبل كده. بس في معظم الاحيان الحمد لله الديزاين ببقى راضي عنه الى حد كبير يعني، او بغير فيه حاجات بسيطه جدا، رتوش بسيطه قوي بغيرها وبيطلع يعني الى حد ما النتيجه راضياني يعني. والحمد لله برضو انها بتعجب الكلاينتس بتوعي يعني، والحمد لله بيطلبوها تاني نفس الشكل. عايزه اقول لكم يعني لو عملت تورتايه حلوه من تاليفي كده او تاتشاتي، يعني ساعات جدا بتعجب الكلاينتس، والاقي مثلا حد معاهم في الحفله طلب نفس الشكل، فانا طب يا جماعه طب نفس الشكل هيبقى صعب قوي، يعني خليك جدد حاجه، يعني يبقى في اي حاجه جديده في الشكل. آه بس انا معظم الكلاينتس بتوعي بصراحه مريحين يعني، الحمد لله. إيه خلاص انا كده خلصت. طيب وده عندي جيلو احمر اللي هو برضو كواليتي تارجت، انا كل ما اقول جيلو احمر ااكد ان هو كواليتي تارجت عشان طعمه حلو جدا، طعمه احلى من المتحده، مش مسكر قوي يعني. في بقى بصوا الفراغات البيضه دي اللي تحت الفراوله الحمراء شكلها مش ما كانش عاجبني يعني. كان المفروض قبل ما ارص الفراوله، بما اني هرص الفراوله في السبيس دي، كنت حطيت جيلو فراوله في السبيس دي وحطيت عليه الفراوله، بس انا ما خدتش بالي الا بعد ما حطيت الفراوله. فهبدا اقصه يعني باي حاجه كده، معلقه او طرف سكينه، هبدا احط الجيلو الاحمر اداري بيه كل الحتت الكريمه البيضه دي، عشان ما يبقاش شكلها مش حلو يعني. بصوا بس كده هيدي كمان لمعة للفراولة واللي حواليها، انا كده كده ملمعة الفراولة بجيلو الاحمر ده، بس عشان شكل الحتت الكريمة البيضة تحتيها دي مش احلى حاجة يعني. فانا كده ايه بصوا بتتظبط بقى كلها كل الكتلة دي كده حمرا وعليها الفراولة بقى، فبيبقى شكلها الطف يعني. بس انا رغيت كتير معاكم، بس يعني انا مش بعمل فيديوهات طويله كده عاده يعني، بس زي ما قلت لكم انا كانت جايالي استفسارات كتيره، فانا حبيت ارد عليهم كلهم في فيديو واحد. الفيديو ده انا منزلاه اول يوم رمضان، وده مش وقته خالص انا عارفه، بس هو انا كنت المفروض انزله قبل رمضان مثلا 3 4 ايام، علشان اللي ناوي يعمل اي تورت، بما ان احنا داخلين على عيد الام، كل سنه وكل ام طيبه. فانا حبيت انزله دلوقتي علشان اللي عايز يعمل تورته كمان 10 ايام في عيد الام ان شاء الله يعرف يعملها بمنتهى البساطه، اللي عايز يقدم تورته لحماته لاخته الكبيره لاي حد بيعتبره زي امه يعرف وبسرعه، يعني يكون عنده مرجع كده يرجع له ويعمل زيه او يعمل حاجات، يبقى في رد يعني على اي سؤال ليه. فحبيت انزل الفيديو النهارده ان شاء الله، وبقيت رمضان باذن الله هنبدا ننزل مع بعض وصفات رمضانيه لغايه ما نيجي بقى لوصفات الكحك والبسكوت والسابليه الحلوين بتوعنا. انا كده تقريبا خلصت الفيديو وخلصت التورتتين.
يا رب يكون فيهم أفكار حلوة لكذا تورتة، يعني هنا مثلا ممكن أفكار تورتة شوكولاتة، أفكار تورتة فاكهة، أفكار تورتة فراولة وإحنا بنتكلم. والتورتة الأولانية اللي هي كانت مدورة نصها برضو كان شوكولاتة ونصها كان فاكهة. يعني حاولت كده أغطي معاكم كذا شكل للتزيين، وحبيت يعني ايه نتكلم مع بعض، ندردش كده مع بعض شوية. يا رب يكون الفيديو عجبكم وأكون كنت خفيفة عليكم، ما بقاش ضيف تقيل عليكم. وهستنى رأيكم في الكومنتس ضروري. ما تنسونيش بقى في لايك لو عجبكم الفيديو، لو عجبكم الفيديو شيروه لاصحابكم وخلوا عندكم على صفحتكم، احتفظوا بيه ان شاء الله ينفعكم في يوم من الايام في اي خطوه من الخطوات اللي كنا ماشيين بيها الكيك والتورته. واشوفكم بقى في وصفات رمضانيه ان شاء الله كتيره كتيره باذن الله. وتابعوني يوم 5 رمضان و10 رمضان على قناه العربيه الساعه 2 الظهر، هتلاقوني ان شاء الله معاكم في وصفات حلوه وحادق. ممكن تديكوا أفكار كتيرة لحلويات وكمان حاجات للفطار في رمضان بإذن الله. البرنامج هيتذاع الساعة 2 الظهر على قناة العربية يوم 5 رمضان يوم 10 رمضان. وفي حلقتين تانيين بس لسه مش عارفة ميعادهم امتى، هنزل لكم برضو مواعيدهم بإذن الله. وأتمنى أكون بسطتكم في الفيديو ده وجاوبت على معظم استفساراتكم وأسئلتكم. وهشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. ما تنسونيش بقى في سبسكرايب لو بتشوفني على اليوتيوب، وفولو لو بتشوفني على التيك توك او على البيج في الفيسبوك. اشوفكم في فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.